طبيعي ان اي بزنس ممكن ينجح وممكن يخسر، وفي اسباب وايد للخساره وفي اسباب وايد للنجاح. اذا جينا نتكلم عن اسباب الخساره، لو عديت 100 سبب 100 سبب ما راح تلقى بينهم القصه اللي بقول لك اياها اليوم. خساره 2,800,000 بولا سبب يدش المخ. انت اسمع واستفيد. السالفه اللي اليوم عندي تبون تسمونها تجربه سموها، انا عن نفسي ما راح اسميها سرقه، بس انتم اسمعوا وقرروا بنفسكم. وللعلم الفيديو هذا انا ما انتظر من وراه اي شيء، مو بانه والله بتنحل المشكله بعد ما اقول هالفيديو، لا طبعا. على فكره القصه صار لها كم من سنه، وحتى في حساباتي الثانيه ما قلتها ترى. يا جماعه قبل ما ابدا القصه لازم بس على الاقل تعرفون حياتي مقسمه شلون، 50% 50%. 50% سوشيال ميديا و50% تجاره بزنس. طبعا اكيد في جانب الاهل والامور الشخصيه، بس يعني هاي الاثنين اللي ماخذين شغلاتي في الحياه. اليوم انا بتكلم عن هذا الشق البزنس، وبنروح لمكان مظلم في البزنس. انا متاكد وايد منكم عندهم حلم انهم يتركون وظيفتهم اللي فيها قومه كل يوم الصبح ويفتحون لهم بزنس ويشوفون الدنيا ورديه والفلوس تجيهم. في جانب وايد يخرع تسمع اليوم. طبعا بما ان الموضوع يعتبر مظلم او سلبي، فانا ما راح اذكر لا اسم المحل ولا شنو نشاط المحل ولا حتى اسامي في هالقصه. انا الفيديو هاي ما راح انزله اصلا الا اذا شافه محامي من والى. بدايه القصه تاريخ كم؟ شهر 4 2020 في الكورونا. واحد من الربع دق علي قال لي في واحد وده انه يجتمع معاك، يبي يعطيك نسبه من محله، يعني تفاوضه ممكن تشتري منه نسبه. قلت له عاد الحين في الكورونا يعني الواحد بس يلا خلني اشوف. بس بعد ما طرش لي صور على الواتساب قلت له تبي الصراحه خلني اقعد مع الريال، فرحت وقعدت معاه في المحل نفسه. ما شاء الله المحل كبير وطابقين. اجتمعت مع الريال وهو اللي بعدها صار شريكي في هذا المشروع. بس على فكره الوقت اللي انا شريت فيه المحل اصلا كان معروض في احد المواقع اللي تعرض محلات للبيع وكذي. مالكم بالطويله، شفت المحل واقتنعت بصراحه، وحسيت انه مع جهدي والتسويق بيصير قوي حتى لو كورونا وكانت مأثره، لكن تدري فيه توصيل وكذي، فان شاء الله خير. انا ولله الحمد عندي تقريبا 24 مشروع متنوع بين اكل وشرب وملابس وغيره. وترى الناس تعرف اني انا املك هالمشاريع وحاطه حتى في هايلايت الانستغرام. 80% من هالمشاريع انا بديت فيها من الصفر. 20% تقريبا اللي انا شريتها بعد ما المشروع اصلا استوى. مثل هالقصه شريت من احد الشركاء 50%، فصرنا اثنين في هذا المشروع. فالشريك اللي في هالمشروع مع قصه اليوم هو شريكي بس في هالمحل، مو بشريكي في اي محل ثاني. يوم انا دخلت في المشروع سنه 2020، من متى كان شغال المشروع اصلا؟ قبلها بسنتين، يعني من 2018 وهو شغال اموره تمام. صح ان الكورونا نزلت من مبيعاته، بس ولله الحمد يوم انا دخلت المشروع وصار في طرق متنوعه في التسويق ومنتجات جديده وهالسوالف، الحمد لله المبيعات صارت زينه. شفت الاعلان اللي قلت لكم ان شريكي حاطه قبل ما انا ادخل في المشروع ان المحل البيع نسى انه يشيله؟ بكم هو كان عارض المحل في الموقع ذاك؟ ب 3.5 مليون ريال قطري. وطبعا لما يعرضه في الموقع ترى اسمه مو موجود ولا حتى اسم المحل، يعني للسريه، فالواحد يتواصل عقب يقول له كذي شي السالفه. ويمكن تهمكم هالمعلومه، ترى شريكي قال لي انه هو تقريبا صارف على المحل حول 3 مليون ريال ككوست محل واجار ورواتب وغيره. المهم مرت سنه 2020 الحمد لله المبيعات كانت زينه. سنه 2021 ايضا المبيعات زين الحمد لله، المحل ابدا ما كان خسران. واكبر دليل ان الامور ولله الحمد كانت طيبه، فتحنا فرع ثاني، يعني صار للمحل فرعين كبار والامور تمام وماشيه، وبالعكس عندي مشاريع ثانيه